السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل الركراكي يقلل من قيمة لاعبي البطولة. سيربان يجي يشرك فريق خارج المغرب. ومن بعد مرحبا. والآن إلى التفاصيل. قلل الناخب الوطني وليد الركراكي من قيمة لاعبي البطولة الاحترافية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله عن قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمواجهتي زامبيا والكونغو. وقال الركراكي ردا على سؤال حول غياب لاعبي البطولة عن قائمة المنتخب الوطني: لدينا عدة لاعبين بدأوا من المغرب ويوجدون حاليا في قائمة المنتخب، فهم خرجوا خارج المغرب واشتغلوا وطوروا مستواهم، وهم اليوم معنا في اللائحة. وأضاف في رسالة للاعبي البطولة: سيربان يجي يشريك واحد الفريق ب2 مليون يورو بحال ليفركوزن ومن بعد مرحبا. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الناخب الوطني وليد الركراكي في تجاهل بعض لاعبي البطولة الاحترافية، على رأسهم رابح حريمة متوسط ميدان الجيش الملكي الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.